زين اني اول مره يعني اني لو ما كنت احب اغني كردي، منو اللي يطلع من برنامج عرب ايدل عشان انا غنيت الكردي؟ منو اللي ضحى انتوا تنسون كل الماضي وتنسون كل شيء لما يكون اني قلت لكم يابا بس اصبروا انه اني ما قدرت اغني اغنيه، الجو ما كان مناسب، الكل يهاجم. ها منو اللي ضحى؟ منو اللي ضحى لما كنت في عرب ايدل؟ ضحى باللقب. ها قسما بالله العظيم والقرآن كنت اني الاول وكنت اني راح اخذ اللقب. بوقتها غنيت موال وغنيت على البيشمرقة وطلعت من برنامج وكنت اعرف راح اطلع. قلت انا ما يهمني. هسه شككوني بقوميتي. ها من اللي شارك من اللي شارك باغاني الاغاني الوطنيه، ومن اللي سوى اغاني وطنيه، ومن اللي شارك بحفلات الحزب وما حزب؟ منو؟ هسه عشان موقف صغير ناصر ما كان موجود، الجو ما كان مناسب، على طول تهاجمون. هذا مو محبه، هذا مو انتقاد، حتى مو انتقاد همنا، هذا حقد، هذا حقد. وانتو ناس، انا بين قوسين الناس اللي راده تخرب بثي، انتو بين قوسين الناس اللي فعلا ما تحب عمار كوفي، وانتو كنتوا تناويين تخربون بثي عشان موقف صغير. قلت لكم بس اصبروا، اني ما اقدر هسه اغني. الكل يهاجم عمار انت ما تقدر، انت ما تحب تغني كردي. اقول لكم شغله، واللي يقول ايه غيرك فلان شي وغيرك فلان شي. زين اني من ليش اني هسه داخل الشهره؟ اني هسه داخل الشهره حبيبي. اني من 2014 انا في الشهره، في 2014 ولا تغيرت مره واحده. من 2014 انا داخل الشهره وشايف خير وشايف كل شيء. برنامج تيك توك اشتغل اللي يقول لي ها عمار انت تغيرت. من 2014 انا داخل عالم الشهره. لما كنت في برنامج عرب ايدل وطلعت، يا اخي لا ترسل الله يحفظك بالبث، واوصل الفلكلور مالتنا، اوصل كردستان بصوره حلوه للناس. وطبعكم بس مع بعض واحد يجرح الثاني. انا ما كنت اتكلم، بس راح اتكلم واطلع اللي بقلبي. ليش دائما انتو هذا طبعكم؟ واحد يجرح الاخ، واحد ينقص من الاخ، واحد يوقع الاخ. ليش؟ روح شوفوا غير دول، روح شوفوا غير دول شلون كلهم ايد واحده. الا احنا لما تشوفون واحد ناجح يجي كم حاقد يسمع كلام مو حلو، يجي يطلع عليك زله. ليش؟ يشهد، واعمال الفنيه تشهد. فلا انت ولا غيرك يجي يشكك من قوميتي او يشكك من كرديتي. اني يجي يقول لي انت ما تغني كردي، عشان انا في قسط ما غنيت كردي وشفت الجو ما كان مناسب. زين مفروض انت كنت تفهم، ومو حلوه بحقي ولا حلوه بحق الفن الكردي انه انا اغني اغنيه في جو مو مناسب. كان ما موجود. وحسام كان يسولف ويا انتصار. شلون يعني قبل ادخل باغنيه؟ الغناء لازم يكون مزاج عالي، لازم الكل يتفق. عمار نبغى نسمع اغنيه، مو حلوه انك انت تفرض نفسك. ها انت داخل مع 4 مو بوحدي. لو انا اوكي بغني لكم بنسولف تطلبون اي شيء اغني، بس لما ندخل قستات مع بعض خاصة 4 لازم تحترم الناس اللي حواليك موجودين. طب صبر. انا اعلي على الكومنتات الكثيره وانكم ما افتهمتوا